لو انت بتتفرج على الفيديو دلوقتي فانا عايز اقول عايش، والمره دي مش عايش ليك انت، عايش لي انا. لان طالما انا قررت اصور الفيديو ده ف هياخدنا في رحله كبيره جدا، وده معناه اتفقت في الاديت، وده معناه ان انا هكلمك في كل التريكس والتبس بتاعه التصوير اللي انا عارفها في حياتي كلها. يعني انا اتكلمت قبل كده معاكم في البروجرامينج وفي حاجات كتير في البروجرامينج، واتكلمت معاكم في الماركتينج وفي حاجات كتير برضه في الماركتينج، ولكن المره دي احنا هنتكلم عن حاجه مختلفه تماما، الا وهي الفيلم ميكنج والتصوير. الفيديو ده يكون طويل شويتين 3 4، ممكن مثلا نقول ان هو يكون اشبه لفلوج اكتر. حتى انا عامل سيت اب بتاع الفلوج، مش عارف انتوا شايفينه في المرايه ولا ايه، ولكن ف الفيديو ده يكون طويل شويتين 3، ولكن هيكون فيه كميه معلومات رهيبه قوي. ف خلونا نبدا. هو الفيديو هيكون عباره ان احنا معانا كلاينت، الكلاينت ده اسمه عبد الله محمد اللي هو انا برضه يعني، وعبد الله محمد عايز يصور فيديو. فهوريكم بقى مرحله الفيديو بتعمل ازاي، وازاي بنظبط الاضاءه بتاعتنا، وازاي بنحط الباك لايت، وازاي بنحط الكي لايت، ويعني ايه اصلا كي لايت وفيل لايت وكل الكلام ده. هنتكلم براحتنا، وازاي بنصور رو، وازاي بنعمل اديت للصور، وازاي هنرغي في حاجات كتير. فعايزك تفضل الفيديو ده عشان خاطر الفيديو هيكون مهم جدا. و let's get started. طيب اول حاجه هنبدا بيها بكل بساطه ان احنا هنعمل كوبايه قهوه، ودي first step باخدها لما اجي اشتغل في حاجه. كل واحد ممكن تكون دماغه توديه لحاجه معينه. في مثلا اللي ما بيحبش يشرب قهوه بيحب يشرب نسكافيه، نينسون، كل واحد ودي حاجه ترجع له. ولكن انا بفضل الاسبريسو، ان انا حد من عشاق القهوه من زمان. فتعالى اوريكم كده شويه حاجات بسيطه عن مصطلح القهوه ونعمل مع بعض شويه اسبريسو كده عشان نبدا شغل. في البدايه لو بصينا هنا كده هنلاقي الموضوع بكل بساطه. في الكوفي ماشين الجميله، وفي قهوه هنا، وفي نوع كمان اهوت وبس. ولكن لما نفتح الدرج هتلاقي ان الموضوع بدا يتحول حرفيا انت قاعد في مكان كله عباره عن قهوه. يعني دي قهوه ساده، على فكره كان في حاجات من ديت كان جايه له، كان في موضوع كده يعني. دي اسبريسو، دي بالهازنوت اسمها بالبندق، وفي بقى حاجه زي كده دي نظام كانت اسمها موكا سترونج. دي قهوه تركي، بس في نفس الوقت يعني نسبه الكافيين اللي فيها كانت عاليه شويتين 3. ف حلو قوي الصراحه. الحاجات دي كلها من براند موكا، ممكن اسيب لكم اللينك بتاعهم تحت في اول كومنت. هم كل حاجه عندهم بصراحه حلوه، بس الاسبريسو يعني كنت حاسسها كانت ايه، فيها سنه مراره كده. فاحنا كلامنا مش على القهوه قوي، فخلينا ايه نقفل كل ده تاني عشان خاطر نبدا نركز في شوت الاسبريسو بتاعنا ونشوف هنعمله ازاي. وفي فوطه هنا كده نضيفه انا مخصصها لحاجه القهوه بس، بنشف بقى مثلا بقى لو في ميه او في حاجه، دي خاصه بالقهوه بس، ما تحطش على اي حاجه تاني. بنرفع دي كده، نسحب القطعه دي عباره عن فيها الكب ده، بنحط فيه البن هي بنبدا بقى نحطها في الكب المضغوط ده واحده، وبعدين بنبدا احنا نضغطها فبتطلع معانا بالشكل الجميل ده. بنحطها ونقفل القهوه. الكوبايه الصغنونه دي بحبها قوي، ونيجي نحطها هنا. بيبقى معانا شوت الاسبريسو اللطيف بتاعنا ده بالكريمه الغنيه بتاعته. طيب، من الحاجات المهمه قوي اللي انت لازم تكون فاهمها as a content creator، او لو انت بتقدم اي محتوى على السوشيال ميديا عموما، او خصوصا لو انت بتصور يوتيوب فيديوز، هي انك لازم تكون كاتب الديسكريبشن بتاع الفيديو بتاعك. في بعض الفيديوز زي الفيديو ده كده فلوج، فانا مش كاتب اي ديسكريبشن، طالع بتناقش معاك وبقول لك والله انا عايز اعمل 1 2 3 فكذا وكذا وكذا، وبفكر معاك بصوت عالي. فده فيديو، نوعيه الفيديوهات ديت بتكون
فضفضه دردشه، مش محتاج ان انا اكون كاتب بقى ديسكريبشن وكل الكلام ده. والنوعيه دي من الفيديوهات بتكون فاميليير اكتر، والاودينس اللي بيتفرج عليك او الشخص اللي بيتفرج عليك بيحس ان هو صاحبك كده، هو قاعد معاك في نفس المكان، تحس ان انا وانت صحاب وكل الكلام ده. ولكن في الحقيقه انا ما اعرفكش اصلا انت حبيبي. في الحقيقه يعني ممكن اكون مش عارفك، ولكن نوعيه الفيديوهات دي بتكون لطيفه بحيث يبقى الشخص بيتكلم مع اللي قدامه كده والدنيا ايه تقدر تقول رايحه جايه. ولكن نوعيه الفيديوهات التانية اللي انا هصورها دلوقتي لازم اكون كاتب الديسكريبشن بتاعها، لان لازم اكون عارف انا بقول ايه وعارف ما ينفعش اقول ايه وما ينفعش الارتجال، لان انا لو ارتجلت الفيديو ممكن ياخد مني ساعه وساعتين اثناء ما هو بيصور بس. يعني كان في كلاينت دكتور كنت انا بصور معاه، دكتور مصطفى المعداوي، ده دكتور اسنان، حد من صحابي الجميل يعني شاطرين جدا. فاول مره رحت اصور معاه فيديو حرفيا احنا مثلا قعدنا ساعه او ساعه ونص بنصور بس في الفيديو، يعني كل شويه يغلط ويعيد ترتيب كلام وكل الكلام ده، مع ان انا قلت له قبلها حاول تحضر اي ديسكريبشن او حاول تحضر اي حاجه عشان خاطر الفيديو ما يبصش مننا وما ناخدش وقت، وقال لي يا عم الموضوع بسيط ومش عارف ايه بتاع. الدكاتره دول عندهم كونفيدنس في نفسهم وغرور بيودوه في ده. ففضلنا نصور كتير قوي، يعني فضلنا مثلا ساعتين او 3 ساعات بنصور في فيديو واحد او فيديوهين، وفي الاخر الفيديوهات ديت ما طلعتش احسن حاجه لانه فضل يقلق كتير. المره الثانيه احنا رحنا صورنا تقريبا 5 فيديوهات حرفيا والله العظيم بدون مبالغه في نص ساعه، يعني كل فيديو كده كان 3 4 دقائق او 5 دقائق. فصورنا في خلال ساعه مثلا كنا حرفيا مخلصين وكل حاجه وقافلين دنيتنا وكل شيء. فلو انت يعني طالع تتكلم في فيديو معين فانت لازم تكون جايب ورقه وقلم، او انت مثلا كاتب على الموبايل بتاعك ان انت مثلا انا هقول 1 2 3 4، لان انت ما ينفعش تفضل ترغي زي ما انا برغي دلوقتي. انا واحد انت دلوقتي بتتفرج على الفلوج فانت جايب القهوه بتاعتك وقاعد بتتفرج وكل الكلام ده، لكن لو انت يوتيوبر او انت بتصور كونتنت محترم لا انت لازم تكون مجهز كل حاجه انت تقولها. فدلوقتي الفيديو بتاعنا هيكون موضوعنا عن انا عن شركه تسويق اسمها زافور، لو انت عارف يعني. فشركه التسويق ديت المفروض ان انا عايز اعمل فيديو براندنج ليها. انا كنت عملت اول فيديو اللي هو كان هسيب لكم في الايه تطلع فوق هنا وهي كده. فكنت عملت اول فيديو عن الشركه، كان في شريك معانا، شريك نجاح يعني، كلاينت معانا احنا يعني قدمنا له خدمه التسويق، وهو قدر يبيع المنتج بتاعه ما شاء الله. الكميه اللي كان بيبيعها في شهر كامل حرفيا باعها في اقل من 12 ساعه، وتاني يوم باع كميه ضعف اللي كان بيبيعها في الشهر في 24 ساعه او اقل كمان. فما شاء الله يعني هو محل بيبيع حلويات، فما كانش عنده صفحه وما كانش مقتنع اصلا بفكره السوشيال ميديا تماما. فاحنا قدرنا ان احنا نوصل له ان هو يبيع حاجات كتير قوي في وقت قليل. فدلوقتي انا طلعت عملت فيديو عن الموضوع واتكلمت وعرفت صفور وكل الكلام ده، فكان الفيديو حلو قوي. فاحنا دلوقتي عايزين نعمل فيديو تاني عشان خاطر نسوق لنفسنا. اصل لو انت شركه تسويق يعني انت ماركتنج ايجنسي ومش عارف تسوق لنفسك فدي مصيبه في حد ذاتها. فاحنا يعتبر نزلنا شويه بوستس عننا وكل الكلام ده، فالشخص اللي هيخش على الصفحه هيلاقي فيه بوستس كتير ان مش صفحه فيك بقى او ماركتنج ايجنسي مش معروفه او تحت بير السلم وكل الكلام ده. لا انا ليا مقري وليا دنيتي وعند الموظفين بتوعي كل حاجه يعني تمام. فدي النقطه بقى، احنا محتاجين نصور فيديو نقول فيه مثلا احنا مثلا هنتارجت الدكاتره، فانا محتاج في الفيديو ده الديسكريبشن بتاعه يكون بيقول للدكاتره ان انت لازم يكون عندك بيج مثلا سواء على فيسبوك او على يوتيوب او على انستجرام او على تيك توك او سناب شات او حسب الجمهور اللي انت مستهدفه ده موجود فين بالتحديد. وابدا اقول له انت لازم تصور فيديوز، انت لازم تطلع تتكلم، لازم تتكلم مع الناس، لازم تعرفهم ان انت شاطر. ودي بتكون مهمتنا بلس بيكون في برضو 20% منها عليك، يعني احنا علينا 80% وانت عليك 20%. فانت لو دكتور وخلاص خدت الستيب ان انت مثلا هتيجي عندنا واحنا هنعمل لك براندنج وهنعمل لك بيج وهنبدا نصور لك فيديوهات وكل الكلام ده، فبنبدا ان احنا نوصلك للناس، الناس تشوفك. فخلاص انا مثلا لو بفكر مثلا انا مثلا كعبد الله عايز اعمل عمليه ليزك للنضاره، يعني مثلا عندي نضاره هي المفروض ان انا بلبسها، بس طبعا لو لبستها دلوقتي فانعكاس الاضاءه يبقى باين فيها وهيبقى في عك يعني، فانا بقلعها. فمجرد ان انا قلعتها فخلاص فانا ما بقتش شايف احسن حاجه. فانا مثلا عايز اعمل عمليه ليزك، فانا بيظهر لي مثلا كل يوم 3 4 دكاتره والله في حد عامل فهمته ليزك ومش عارف ايه وبتاع، وبينزلوا فيديوز عن حياتهم اللي بيعملوها كده، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله البوستات بتاعتهم جايبه ريتش غير طبيعي.
فالبوستس ديت او الفيديوز او نوعيه الفيديوهات ديت بتخليني انا ابدا افكر ده الدكتور ده انا شفت فيديو بتاعه مره واثنين وثلاثه واربعه وشكله حد تراست كده، فانا هعمل العمليه بتاعتي معاه. فتخيلوا مثلا ان في 1000 شخص عمل العمليه مع الدكتور ده علشان خاطر هو ظاهر نفسه على السوشيال ميديا. طب هو لو مش ظاهر نفسه على السوشيال ميديا، الله اعلم طبعا، الارزاق بيد ربنا، كان علينا نسعى، بس اكيد ال1000 شخص اللي عرفوه عن طريق السوشيال ميديا ما كانوش هيروحوا يعملوا العمليه عنده، والله اعلم برضه دي ارزاق. ولكن هو لما سعى ربنا مثلا بعت ل 1000 شخص دول، 1000 شخص مثلا لو نفترض ان هو بياخد من كل شخص عمليه مثلا 5000 جنيه، فانت بتتكلم 1000 شخص انت بتتكلم في رقم خزعبلي يعني، مش عايز احسب. احنا كنا بنعد للمدرسين زمان احنا صغيرين فلوس الدرس، لكن دلوقتي احنا كبرنا بقى الكلام ده. ده الموضوع ببساطه، انك لما بتهتم بنفسك او بتهتم بالسوشيال ميديا بتاعتك، فلو انت دكتور، لو انت ميكانيكي، لو انت اي حاجه، على فكره مش بقلل من المهنه ومدير المهنه اللي جم في دماغي دلوقتي، لان دول الكلاينتس اللي معايا حاليا. لو انت براند حلويات زي جينا سويت مثلا، لو انت مصنع، لو انت محل هدوم، لو انت براند ملابس، براند ملابس ومحل هدوم الاثنين واحد صح؟ في عك بيحصل. لو انت مثلا اي حاجه بتقدم خدمه، فاحنا بنساعدك ان انت تبيع الخدمه دي لاشخاص ما كانوش اصلا يعرفوا بوجودك، يعني بندخل لك ناس جديده عليك مقابل طبعا البيت ادز والاعلانات المموله وكل الكلام ده. وطبعا مش دايما بيكون الحل في الاعلانات المموله، بيكون في حاجات كتير كده بنشتغل عليها عشان خاطر نقدر نوصل البراند بتاعك صح للفئه اللي انت مستهدفها. طيب بعيدا بقى عن الرغي ده كله، كل الرغي ده اصلا احنا هنرغي في الفيديو ولكن بطريقه منظمه، يعني اصلا عمال بكلمك في كل الكلام ده وانا محتاج ان انا ارتب افكاري علشان خاطر ابدا انزل الفيديو ده بطريقه كويسه وباضاءه حلوه، فيديو ينفع براندنج، مع ان الفيديوهات انا بحبها اكتر، ولكن عشان برضو اعلمك ازاي بصور وازاي بحط بقى اللايت بتاعي والايديت وكل الكلام ده بيتم ازاي. فدلوقتي بافتراض ان دي ادي قلم وادي النوت الجميله بتاعتي، وهبدا اكتب الديسكريبشن بتاع الفيديو بتاعي. الديسكريبشن ببساطه بيكون عباره عن 3 حاجات، ده اي ديسكريبشن في الدنيا انا بشتغل عليه، بيكون عباره عن انترو والديسكريبشن بتاع الفيديو او البادي بتاعه والاوترو. الانترو اللي هي المقدمه بتاعتي، ان انا بقول فيها هوك، بقول مثلا فيها الفيديو ده مهم جدا لازم تتفرج عليه، او مثلا بقول 3 حاجات مثلا مهمين لو انت ما بتعملهمش فانت البيزنس بتاعك هيقع في يوم من الايام. اي هوك ان انا ابدا اخد الاتنشن بتاعك، ايه ده انا محتاج اتفرج على الفيديو ده. ولكن ده بيكون في حاله مثلا الريلز، انا مثلا بتفرج بألف ريلز بسرعه، فلو شفت هوك شدني او خطف، يعني هو الموضوع كله حرفيا بيكون في اول ثانيتين او اول 3 ثواني. لو انا الفيديو بتاعك موقفنيش وخلاني اقول هو الشخص ده بيقول ايه، لا انا هقف اتفرج عليه، فانت كده يعتبر خلاص الفيديو بتاعك انا مجرد ان انا هعمل سكرول زي ما بعمل سكرول وخلاص. لكن في حالات اللونج فيديوز او الفيديوهات الطويله زي يوتيوب مثلا، فانا بستغنى عن الانترو، مش بستغنى عنها تماما، بحط برضه هوك كويس جدا، ولكن بعمل ثامبنيل، دي عباره عن صوره مصغره بتشرح ببساطه الفيديو بيتكلم عن ايه. فالثامبنيل دي احنا بنصممها وبنعملها بحيث وانت بتقلب على اليوتيوب هوم بيج انت بتلاقي ان الصوره بتاعتي، فخلاص انا شفت الصوره دي عجبتني، فانا اخش اتفرج على الفيديو ده واشوف هو بيقول ايه وبيتكلم في ايه بالظبط. حلو قوي لحد كده، حلو قوي لحد كده. ببدا ان انا بقى بخش على اليوتيوب بتاعك، اليوتيوب فيديو بتاعك، وابدا ان انا اتفرج. كل ان انا شخص مش عامل لك سبسكرايب، فانا مش ما عندي، مفيش كونفيدنس، مفيش ثقه ما بيننا، فانا اول مره اتفرج عليك، فانا طبيعي جدا ان انا لو فيديو ما عجبنيش فاقول له هقفله، بسيط جدا. لكن في حال ان انا شخص عارفك ومتابعك وبتفرج عليك دايما وشفت الفيديو بتاعك حتى لو اوله وحش ورخم وبتاع، فانت كده كده بتحبني وانت كده كده عارف ان انا مش بهتم باول فيديو، فانت عارف ان في كونتنت في اهميه في الفيديو ده، فانت هتتفرج عليه. ولكن احنا بنعمل الانترو بتاعتنا وبنعمل حاجه كويسه تشدك في الاول علشان خاطر انت تكمل الفيديو ده حتى لو انت مش مشترك عندي، وخليك كمان تعمل سبسكرايب. يعني لو انت مش عامل سبسكرايب بعد كل اللي انا كان معاكم ده، فانت هنفخك. فانت بتاخد الخطوه انك خلاص عملت سبسكرايب وهبدا اتفرج على الفيديو ده. بعد ما اخلص الانترو خلاص قلت لك مثلا ان انا هنعمل حاجات كتير في الفيديو ده، مش عارف، زي مثلا في اول فيديو ده انا قلت ان احنا هنعمل حاجات كتير في الفيديو بتاع، فببدا بقى اخش معاك في البادي بتاع الفيديو. البادي بتاع الفيديو بيكون عباره عن المحتوى اللي انا بقدمه، وانا بمشي بطريقه الدحيح بصراحه. يعني بمعنى ايه؟ ان انا مثلا بعد كل 3-4 معلومات بقول لك حاجه بسيطه، يعني مثلا
بعد معلومتين 3 4 ببدا مثلا اشد انتباهك لحاجه تانية. يعني مثلا انا بدات الفيديو وقلت لك هنتكلم في حاجات كتير، وبعد كده خدتك للقهوه عشان خاطر ما حسكش ان الفيديو هيكون تقيل عليك. بعد كده يعني لو كنت انا بدات الفيديو وبعدين قعدتك معايا هنا وبدات اتكلم معاك، هو انا هذاكر؟ انا مش عايز. فانا خدتك للقهوه، عملنا كوبايه قهوه مع بعض وكل الكلام ده، شربنا قهوه. ببدا ان انا بقى باخد معاك نكست ستيب، ان انا مثلا يعني دلوقتي خلاص حسيت انك بدات تمل، فتعالى مثلا اقول لك ان انا بكتب مثلا كل النوتس بتاعتي هنا وكل الارقام وكل الداتا اللي انا محتاجها من العملاء، فانت لازم يكون معاك حاجه زي كده عشان خاطر تحافظ على الكلاينتس بتوعك. اكلمك مثلا في الجوريلا باد دي، اعمل نفسي مثلا بلعب بيها وبعدين اشد انتباهك بيها واقول لك ان الجوريلا باد ديت هي اللي انا بدات بيها صور فيديو. فطول ما الفيديو ثابت وعلى ترايبود، لو انا مثلا بفلوج فانا بكون ماسكها كده وحاطط الكاميرا عليها وبتكلم معاك وانا ماسك الجوريلا باد. في طبعا الستابلايزر وفي حاجات ثانيه كده بتمنع اهتزاز الكاميرا، بس دي طبعا مش هستخدمها اكيد وانا بفلوج، يعني بتبقى بستخدم في حاجات سينمائيه ثانيه. فصلتك وبعدين برجع اكمل بقى معاك. طيب كنا فين؟ كنا في البادي بتاع الفيديو. بنقول فيه بقى الحاجات المهمه اللي احنا جايين نتكلم عليها، بنقول فيها الحاجات المهمه اللي زي مثلا مين وبنعمل ايه وايه اللي احنا هنفيدك بيه وكل الكلام ده، وارجع افصلك اديك تفاحه وبعد كده ارجع اكمل ايه، او اديك كراميلا للناس اللي معايا طبعا الفيديوهات القديمه، وبعد كده ارجع اكمل لك الفيديو واقول لك بقى هنعمل 1 2 3 4 كل الكلام ده. والاند بتاع الفيديو بيكون عباره عن CTA او كول تو اكشن. يعني انا بقول لك مثلا اعمل لايك لما تنساش، اعمل لايك فيديو، اعمل سبسكرايب، اكتب كومنت عايزني نتكلم في ايه الفيديو الجاي. فانا كده عملت لك حاجه اسمها كول تو اكشن. فانا اول حاجه عملتها ان انا وريتك الثامبنيل بتاع الفيديو، فانا خدت انتباهك، مسكت انتباهك كده، وبعدين دخلتك تتفرج على الفيديو، عدتك على الانترو، وبعد كده عدتك على البادي، وبعد كده قلت لك الاوترو، وقلت لك اعمل حاجه كمان اللي هي كول تو اكشن CTA. كول تو اكشن بتكون عباره عن مثلا ما تنساش تعمل سبسكرايب او اعمل سبسكرايب، خش مثلا على اللينك اللي سايبه لك في الكومنت مثلا تلاقي فيه اوفر معين، اعمل اكتب كومنت مثلا بالحاجه اللي انت عايزها الفيديو الجاي. المهم ان انا ما اسيبكش تطلع من الفيديو، او ما تسيبش الحد اللي هو بيتفرج عليك يطلع من الفيديو غير لما ايه يعمل حاجه انت عايزه يعملها، زي ان هو يسيب كومنت، زي يعمل لايك، زي يعمل سبسكرايب، زي يخش على اي حاجه اسمها كونفرجن، حاجات كده في الفيسبوك. ايه اللي دخلني الفيديو دلوقتي؟ طيب فانت كده فهمت الدايره بتاعت الفيديو از كونتنت بيتعمل ازاي، تمام؟ فهنكتب المحتوى دلوقتي ان انا هصوره، هفصل فيديو، هكتب المحتوى بتاعي واقول لك انا خلصت كتبت المحتوى، ونبدا بقى نخش على المرحله اللي بعدها الا وهي مرحله التصوير. هبدا ان انا بقى اغير العدسه، اشوف ايه العدسه المناسبه للفيديو اللي انا عايز اصوره، وابدا ان انا اظبط الاضاءه بقى واللايتس بتاعتي والباك لايت والفيل لايت وكل الكلام ده، ابدا ان انا اظبطه واخدك معايا في كل الكلام ده، وبعدين ابدا اصور. بس طبعا الفيديو اللي هيتصور هيكون مختلف عن ده تماما، مختلف في الابعاد بتاعته، لا مش الابعاد مش هتختلف، هيكون بس العدسه مختلفه، فمش هتكون الصوره وايد، هتكون كروب شويه، وفي نفس الوقت هيتصور رو. يعني ايه هيتصور رو؟ يعني هيتصور خام. الفيديو بيكون طالع اسلوك 2 مثلا، لو حد فاهم على اسلوك 2 هفهمكم اكتر دلوقتي. المهم يعني ان الفيديو بيكون طالع من غير الوان، بيكون باهت ويكون رمادي كده. واحنا بنخش على مرحله بقى بعد ما بنخلص تصوير الفيديو، بنخش ناخد مرحله الكالرنج. ما بص واحده واحده اظبط لك الدنيا دي كلها، فاهمك الدنيا دي كلها. بعد ما نخش على مرحله الكالرنج او التلوين على دافينشي ريزولف، نبدا بقى نلون الفيديو من الاول خالص، نحط نودز بقى، وبعد كده نظبط الالوان، وبعد ما نظبط الالوان الاكسبوجر وكل الكلام ده والساتوريشن بتاعت الالوان بتاعتي، ببدا ان انا واخدك لمرحله بعد كده الا وهي الايديتنج. ببدا ان انا بقى ايه اقص السكتات والهمهمات وكل الكلام ده، ببدا ان انا احط تكست مثلا، انا عايز احط تكست، وببدا ان انا مثلا احط ساوند افكتس حاجات لطيفه كده. وبعد ما اخلص بقى كل الكلام ده ببدا ان انا اعمل اكسبورت للفيديو. بعد ما اخلص اكسبورت للفيديو ببدا ان انا اعمل له ابلود على البلاتفورم اللي انا عايزها، سواء بقى كانت انستجرام، سواء فيسبوك، سواء تيك توك، سواء في حالتنا دلوقتي زي يوتيوب. وبعدين الفيديو ده بعد ما يتنشر ببدا ان انا بقى ايه بعد النشر ببدا اعمل حاجات تانية، زي ان انا بعمل له شير بقى عندي على البروفايل بتاعي، زي ان انا مثلا بحط في الاسلوب اللي خش يا جماعه اتفرجوا على الفيديو، زي كل الكلام ده. فده طبعا مهم جدا عشان خاطر ما ينفعش تنزل فيديو خلاص ما حدش عارف نزلت الفيديو. فكل ده نعمل واحده واحده. النكست ستيب دلوقتي ان انا هكتب الديسكربشن بتاع الفيديو، وبعدين هرجع لك تاني عشان خاطر نخش الاستوديو مع بعض ونبدا مرحله اللايتنج اند شوتنج. بيس. طيب رجعنا تاني. انا كده اعتبر الكادر بدائي كده ليه. خلصت الديسكربشن بتاع الفيديو، كتبت كل حاجه انا محتاج اقولها، وبعد كده بقى ننتقل لمرحله دلوقتي ان انا اخش الاستوديو وابدا بقى اظبط الاضاءات وابدا اعرف كل حاجه تمشي ازاي. ف يلا بينا.
طيب اول حاجه نعملها دلوقتي، دي الكاميرا اللي احنا كنا بنصور بيها اهيت، دي سوني ZV-E10، دي اللي احنا بنصور بيها، عليها سمول رين كيج. الكيج دي بتديني ماسكه مريحه اكتر، وبتخليني اقدر احط كل الاكسسوارز اللي انت ممكن تتخيلها في الحياه. وبرده فيها ميزه حلوه قوي ان انا مش محتاج التشيب اللي هي بتبقى حرف ال دي عشان اقدر اصور فيرتيكال على الرولينج مثلا، فاقدر ان انا اثبتها كده واصور بيها فيرتيكال لو انا مثلا عايز اصور. دي اسمها لينس زوم، ايه لينس زوم دي؟ باور زوم، سوري. الباور زوم دي بتكون عباره عن زوم ممكن اتحكم في الزوم بتاعها، ان انا ان او اوت يعني باي الكتريك، يعني ايه، مش لازم، مش فاهمين، مش بايدي، بالكهرباء بتاعت البطاريه بقدر ان انا اتحكم فيها. ولكن في مشكله في اللينس ديت، او تقدر تقول مش مشكله، هي دي عباره عن كيت لينس، تمام. الكيت لينس ديت هي بتبدا معاك من رينج 16 لحد 50، ماشي. ولكن هي فتحة العدسة بتاعتها من 3.5 ل 5.6، يعني تقدر تقول ايه، بتتغير معاك طول ما انت بتعمل زوم ان او زوم اوت، فمش مش بتكون احسن حاجه في البلورنج وكده. فاحنا هنغيرها دلوقتي ونحط العدسه دي تامرون 2875 f 2.8، العدسه انا بحبها جدا. عشان خاطر نغير العدسه بكل بساطة، احنا في عندنا هنا اهوت زرار، الزرار ده احنا بنضغط عليه عشان خاطر نقدر نشيل العدسة. ولكن طبعا اول ما هنفك العدسة هنروح جايين مالين الكاميرا كده عشان خاطر مفيش اي تراب يخش للسنسور، وهنحط اللينس دي كده، وبعدين هناخد اللينس التانية، هنحط النقطة البيضاء دي على النقطة البيضاء اللي موجودة في الكاميرا، وبعدين اول ما يسمع التك دي فخلاص احنا كده ركبنا العدسة بتاعتنا. هنبدأ بقى مجرد ما تفتح الكاميرا هتبص الموضوع اختلف تماما، بقت 28 في بقى زوم اكتر، او ممكن نوصل لحد 75. نبدأ بقى نتحكم في كل حاجة، هعرفك ازاي بقى نتحكم في كل الكلام ده ونبدأ نشتغل. تمام، خلينا بقى نقفل دي كده دلوقتي علشان خاطر هنبدأ نظبط حاجات في المكان ذات نفسه، وبعدين نبدأ نظبط السيتنجز بتاعت الكاميرا. طيب زي ما شفتوا من شويه احنا بقى هنبدا ايه، اننا نظبط الباك جراوند بتاعتنا. يعني مش عايزين دي تكون باك جراوند، هنغير في شويه حاجات ونبدا ننور الباك جراوند. بس طبعا هصور لكم من الكاميرا علشان خاطر تشوفوا الموضوع بيمشي ازاي اكتر. خلينا نظبط بقى الدنيا هنا كده وبعدين نشوف احنا هنعمل ايه. بس هنسرع الفيديو شويه، يلا بينا. حافظ دايما ان عشان خاطر ما يخشش تراب العدسه. ده كده تصور بسيط للباك جراوند هيكون عامله ازاي. طبعا هنصنف حاجات تانية، ولكن دلوقتي عشان خاطر ابقى شايف الباك جراوند بشكل كويس هحتاج ان انا احط الكاميرا على الستاند عشان خاطر ابقى شايف الدنيا. ده الستاند بتاعي. طبعا الستاند كده ما ينفعش احط الكاميرا عليه على طول، ففي قطعه اللي هي بالظبط لسه قاعده دلوقتي دي، في قطعه اللي هي دي. القطعة ديت انا بثبتها على الكاميرا من تحت في الكيج بتاعتي، وبخلي النقطة دي، مش عارف انتوا شايفينها ولا ايه، اللي هي النقطة اللي فوق دي بخليها ناحية العدسة بتاعتي، وببدأ ان انا اربطها فيها. طبعا بعد ما ربطتها الموضوع هيكون بسيط، لان كل الموضوع ان انا هاجي احط دي هنا كده بس كده، فكده هنعتبر قفلنا على الكاميرا بتاعتنا. فخلاص كده مهما تتحرك هي الكاميرا بتاعتي ثابته، لدرجه ان انا ممكن اشيل الترايبود من الكاميرا، لان اصلا الترايبود مش اتقل حاجه يعني، لان اصلا الكاميرا اصلا مش مجنون تقيل. ولكن مثلا لو بصور ب A7 IV مثلا، او بصور بكاميرا اكبر شويه او سينما لاين بقى وكده، بجيب مثلا ترايبود من مفروض او كده بحيث يكون تقيل، فهيشيل العدسه كويس ويشيل دي ما فيهاش هزار، او وقعت او مصيبه سودا. ف كده احنا ثبتنا الكاميرا على الترايبود بتاعنا،
وهنبدا بقى دلوقتي ان احنا نظبط الكاميرا في المكان بتاعها علشان خاطر نبدا نشوف ايه التصور او ايه اللي الكاميرا هتبدا تشوفه بعينيها او بعين العدسه، عشان خاطر نبدا نظبط الباك جراوند ونظبط اللايت والاضاءه وكل الحاجات ديت على اساسه. يلا بينا. طيب ده كده التصور المبدئي بتاع السيت اب بتاعي. انا هظبط شويه اعدادات. اول حاجه انا هصور 4K. طبعا بما ان فيديو هيترفع على السوشيال ميديا فاحنا المفروض نصور 1080، مش محتاجين ان احنا نصور 4K لان محدش يتفرج على فيديو 4K، ولكن انا بصور لنا 4K علشان خاطر هي اوريدي كمان اصلا بصور 6K بتعمل له سكيل لحد 4K، ولكن انا عشان خاطر بحتاج ان انا ساعات ازوم على حاجات معينه وازوم ان وازوم اوت، فانا بصور 4K وبصور 24 فريم بير سكند، يعني 24 صوره في الثانيه. ممكن يبقى اشرح الموضوع ده بعد لو انت مش فاهمه. وبصور على 100 ميجا. تمام. بعد ما ظبطت الحاجه ديت ببدا ان انا دلوقتي هصور على f2.8، يعني هاخد اكبر عزل ممكن من العدسه. وبصب انا بما ان انا بصور 24 فريم فانا طبعا هخلي شاتر سبيد على 50. ده اساسي. تمام. الايزو والحاجات دي كلها انا بعملها، ولكن اول حاجه باجي انا هصور اس لوج ف بيكتشر بروفايل. هنصور بيكتشر بروفايل 7. تمام. انا مظبط الاعدادات اللي فيه، بصور اس لوج 2 عليه ومظبط باقي الحاجات زي ما انتم شايفين اهوت. وبعد كده ممكن احط اسيست عشان خاطر لو انا عايز اشوف مثلا الصوره هتطلع عامله ازاي وكده، ولكن انا طبعا مش بفضل ان انا احط اسيست يعني، ولكن هو المفروض احنا نحط اسيست عشان خاطر يورينا الحاجه، ولكن ايه، خلينا نظبط باقي الحاجات كده مع بعض. طيب دلوقتي انا مشغل النور بتاع الاستوديو كله، فانا طبعا ده ما ينفعش، انا هضطر ان انا اطفي الالوان كلها، الاضاءه كلها، وابدا ان اظبط. اول حاجه هظبط الباك لايتس بتاعتي. فخلينا بقى ننتقل للكاميرا وبعدين هوريك. يعني هصور اصلا فيديو تاني خالص دلوقتي هوريكم وبعد كده ننتقل للفيديو الاساسي بتاعنا. ده كده تصور مبدئي، اتمنى ان هو يكون نفس الشكل. انت شايف دلوقتي الفيديو هضطر ان انا ابعد قوي عشان خاطر اعرف اتكلم معاكم. دلوقتي شايف الفيديو رو. فاول حاجه انا بحب احطها في الباك لايت هو اللابتوب بتاعي، وبجيب فيديو كده لطيف انا بحبه. تعالوا اوريكم. ده كده اللابتوب حطيته از ان هو فيرست باك لايت معايا. تمام. بحط بقى شويه ديكورات مثلا زي الهيدسيت ديت، وزي مثلا شجره خضراء او كده. انا هوريكم مثلا ممكن نحط دي هنا كده، وايه ثانيه اجيب حاجه وبحط ديكور برضو بسيط كده زي دي، وبرجع ابص على الشيب بتاعي شكله طالع عامل ازاي، فانا ظبطته على الطريقه ديت. فهحاول ان انا اظبط الحاجه بتاعتي على نفس الشكل. فانا شايف ان كده شكلهم تمام. هبدا بقى نعمل ايه، هطفي كل الانوار عشان خاطر اعرف اظبط اللايت بتاعي. ف كده انا طفيت كل الانوار، ولكن انت برضو هتحس ان الفيديو منور عشان خاطر طبعا الايس دلوقتي بقى على 3200. فاحنا طبعا هنظبط الايس دلوقتي عشان خاطر ايه، الدنيا ما تبصش. فاول حاجه هنعملها ان احنا هنيجي نظبط الايزو. الدنيا هتضلم دلوقتي شويه ولكن مش مشكله يعني. انا تمام، شايف ان ده كده الايزو المناسب ليا. طبعا فيديو رمادي ومش متلون ومحتاج حاجات كتير، ولكن انا شايف ان كده تمام. تاني مرحله ان انا احط اللايت سورس بتاعي اللي برضو هيكون باك لايت، ولكن هيكون حاجه غريبه شويه. ده كده التيوب اللي انا بستخدمه، مش عارف هو يفوكس اصلا عليه ولا ايه. فوكس يا عم الحاج. طيب ما علينا. هو ده التيوب اهوت، هعمل فوكس عليه اهوت. فهنبدا ان احنا ننوره بكل بساطه من هنا. طيب هو كده نور معايا اهوت، ولكن انا طبعا مش محتاج الضوء الابيض، فانا محتاج الضوء الاصفر ده، لان اصلا هو الاصفر هو اللون اللي بيعبر عن الايدنتيتي بتاعتي في سافور. فانا بعد ما جبته على اللون اللي انا عايزه بالظبط، هنفترض مثلا ادي اللون اهوت اللي انا محتاجه، هبدا ان انا احطه هنا علشان يديني الشكل اللي انتوا شايفينه حاليا ده. وبعد كده
هحط حاجتين. اول حاجه هنور الشجره اللي هناك ديت، تمام، باضاءه بسيطه زي دي مثلا كده. دي اضاءه من جنرال، يعني حاجه بسيطه كده بتدي طبعا ار جي بي وفيها الوان كتير جدا، ولكن انا طبعا هختار اللون الابيض لان انا محتاج انور الشجره بس، مش محتاج اعمل اي لعبه او اي افتكاسات. ف هجيب لها ستاند، ده الستاند مثلا انا احطها عليها اهوت، وهبدا ان انا بتاعتي تمام. انا كده ظبطت الاضاءه بتاعتي عليها اهوت. هبدا ان انا بقى ايه انور بيها الشجره بالشكل ده. فكده الشجر نورت. خلينا برضه اوريكم بالاضاءه ومن غير الاضاءه. ادي كده من غير الاضاءه اهوت، وادي بالاضاءه. طبعا الصوت اللي سامعينه مش احسن حاجه، بس برضه عشان خاطر ايه انا بوريكم كده في الايه في السريع. تاني حاجه هنعملها الا وهي ان احنا هنجيب التيوب بتاعنا ده التيوب التاني اهوت، ماشي. هنجيب برضه اللون بتاعنا وهنحطه هنا كده. التيوب ده هيلعب بلعبتين، هيكون فيل لايت عشان خاطر ينورني، او يعني هو فيل لايت وباك لايت في نفس الوقت عشان خاطر ينورني من الجنب كده. يعني لو انت لاحظت هتلاقي ان احرف الكرسي دي هنا كده من هنا دلوقتي منوره، تمام. لسه طبعا هنحط لايت هنا كده عشان خاطر يكون الفيل لايت بتاعي. الفيل لايت هو بيكون مصدر ضوء اساسي، وده كده الباك لايت. طيب تعالوا بقى نضيف طبعا انا هوريك كل ده بالموبايل دلوقتي بس عشان خاطر ايه ابقى ظبطت الدنيا. فانا كده نورت الاوبجكت بتاعي اللي هو في الحلقه دي اللي هو الكرسي، ماشي. وضفت باك لايت زي اللابتوب وزي الاضاءه اللي هناك ديت، وفي نفس الوقت ديت، وفي نفس الوقت الشجره النور اللي هو مسيطر عليها. وانا لو جيت دلوقتي قعدت هنا فانت كده بدات تشوفني، وبرضه هوريك ادي كده من غير الكي لايت بتاعي. فالدنيا بقت ضلمه شويتين ثلاثه. وكده لو نورت الكي لايت بتاعي، وطبعا الباك لايتس شفتوها، بس انا برضه ايه هوريكم صوره كامله مكمله دلوقتي عن كل حاجه ورايا. يعني طبعا اللي انا لابسه مش متلائم مع الباك جراوند او ملائم بس بسنه بسيطه، فهغير ده. هلبس سويت شيرت ابيض لان اصلا الروبوت بتاعنا هو الايدنتي بتاعنا اللي هو لونه ابيض اصلا. فهوريكم دلوقتي بالموبايل الدنيا دي كلها، وعشان هنخش دلوقتي في مرحله الصوت واعرفكم هنختار الصوت على انهي اساس وكل الكلام ده. طيب ده كده الفيديو بالموبايل كده، الكاميرا محطوطه قدامي اهيت على الستاند، وانا شايف نفسي في السكرين بتاعتي بصور على ايزو 800 واف 2.8 و50. طبعا ده لسه هيتظبط اللي هو البلس 1.3 ده محتاج يتظبط، فهنظبطه دلوقتي. وادي كده الكلاب بتاعي. طبعا انا عندي في كشاف هيد من جالكسي اللي هي في اف 200 ولكن مش موجوده حاليا. بحط على اوكتا 120 او 90 وبحط على جريد عشان خاطر الضوء ما يسربش ورا، ولكن ده موضوع كبير يعني. انا دي بالنسبه لي كافيه جدا دلوقتي ومحقق الغرض ايه بتاعي. ولو جينا نبص هنا كده ادي التيوب محطوط هنا كده، وادي اللابتوب في الفاير الفيديو الفاير اللي انا عامله، وادي التيوب الصغير، وادي التيوب بتاعتي الشجره اللي انا حاططها، وادي الجنرال الصغير اللي هو منور الشجره. وبس كده، دي كده كل الحاجات. هنبدا بقى نخش على مرحله دلوقتي، استنى كده. هنبدا بقى دلوقتي نخش على مرحله ثانيه الا وهي ان احنا نختار المايك بتاعنا. انا عندي 3 تايبس اوف مايك اكتر، نعرفهم 3 بصراحه. الشوت جان مايك والنيك مايك والكونسيدر مايك. الشوت جان ده بيكون عباره عن مايك هو راح فين؟ هجيبه لكم دلوقتي. هو في العموم بيكون عباره عن مايك بيتحط فوق الكاميرا، فانا لو ماسك الكاميرا كده وبتكلم فهو بيلقط الصوت مني دايركت على طول، بس ما ينفعش يكون بعيد. النيك مايك بيكون محطوط هنا كده بحيث لو انا بعيد فما يبقاش فيه اي مشاكل، اللي هو ده تمام. بحط دي هنا كده، وده بيكون تقريبا 4 متر 5 متر مهما بعدت، مش بيفرق يعني، ما فيهوش اي مشاكل لو بعيد.
وفيه الكونسيدر مايك اللي هو بتاع البودكاست بقى والحاجات دي، اللي هو ده بيكون كونسيدر مايك بتحط كده قدامك وانت بتتكلم فيه، وبيكون افضل طبعا في الفويس اوفر وفي البودكاست وفي الحاجات دي يعني. ولكن انا طبعا مش محتاجه برضه دلوقتي، فممكن استخدمه ممكن ما استخدموش، ولكن انا هعتمد دلوقتي كليا على النيك مايك. والصوت هيكون ليها فيديو لوحده عشان خاطر نبقى لمينا في كل حاجه، عشان الفيديو ده هيطول قوي 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 قوي. فهظبط دلوقتي المايك وهغير ده، هلبس الابيض علشان خاطر نبدا نظهر بشكل احسن. فتعالوا نغير وبعدين نرجع علشان خاطر نشوف احنا هنعمل ايه. انا لسه هقوم مغير. بص هعمل كده بس يعني، ولا بقى نغير ولا نعمل ولا اي تنجين فيك قوي صح؟ والله تبقى عيب في حقي لو طلعت فيك، اسمع لي يعني. فخلينا نحط ده هنا كده، واظن كده الكونتراست بقى احسن. الفيديو دلوقتي هيمر بثلاث مراحل. اول مرحله ان احنا هنعمل كارن جريدنج ونعمل، بصوا خلينا ما نتعمقش في التفاصيل دي دلوقتي، ولكن بكل بساطه الفيديو هيعدي دلوقتي قدام عينيك على اكتر من مرحله. ادي اول مرحله، وادي ثاني مرحله، وادي ثالث مرحله، ورابع مرحله شويه تظبيطات بسيطه كده وماسكينج ونظبط الالوان وكل الكلام ده. مش عارف، بس انا حاسس ان احنا ممكن نجيب التيوب ده على جنب شويه. ايه رايكم؟ اعتقد كده بقى افضل. اعتقد برضه ان لو يعني اعتقد كده افضل شويه. طبعا في حاجات تانية هنتكلم عليها بس تبقى فيديو لوحدها. يعني مثلا في حاجات زي الوايت بالانس انا ظبطته بس ما قلتلكوش عليه. وفي حاجات مختلفه. طبعا الصوت دلوقتي وحش جدا وانت تكاد تكون سامعني بالعافيه، فهنركب المايك وحرفيا هتلاحظ فرق رهيب في الصوت. يلا نركب المايك. انا مش عارف اصلا انا نهيت اخر شوت ازاي، ولكن الهودي المره اللي فاتت كان مطلعني بكرش، بس هو يا جماعه ايه، هو اوفر سايز. ف كده ده الصوت اللي انت سامعه. فاعتقد انه يكون الصوت بقى كويس جدا 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 جدا، يعني افضل بكتير من الصوت اللي فات. و كده اعتقد كل حاجه بيرفكتو. المرحله اللي جايه بقى ان احنا هنبدا نسجل الفيديو اللي احنا عايزين نسجله عن طريق ان احنا هنجيب الديسكريبشن اللي احنا كنا كاتبينه وهنقرا منه، وبعد ما نخلص تصوير هرجع لكم تاني عشان اخدكم بقى معايا في مرحله الاديت، او ممكن نعمل فيديو تاني نخلص فيه مرحله الاديت وبمره بقى اسندهم على ايه، على 2 فيديوز عشان خاطر الفيديو ده يكون اصلا طويل جدا. فيبقى عملنا فيديو للتصوير ونعمل بقى فيديو تاني للاديتنج والكالر جريدنج والكالر كوريكشن والافكتس بقى والساوند افكت ساوند ديزاين وكل الكلام ده. فاعتقد ان احنا هنقفل الفيديو ده لحد هنا. فدمتم في امان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا الكول تو اكشن بتاعنا ما ننساش نعمل لايك، نعمل سبسكرايب، نكتب كومنت مثلا عايزين ايه في الفيديو اللي جاي، واستعجلوني يعني قولوا لي اعمل فيديو بقى ونزله انجز، عشان خاطر انا بكسل بصراحه ان انا انزل فيديوهات. والسلام عليكم.